ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معكم اكله مع انوش، والنهارده هنعمل مع بعض احلى صينيه بطاطس بالفراخ خطيره. لازم تجربوها، البطاطس دايبه جدا والفراخ جوسي وتحفه. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه هنعمل تتبيله للفراخ. معايا بصله كده متوسطه فرمتها في الكبه. هننزل بقى بالتوابل، ملح وفلفل وبهارات فراخ، نص معلقه صغيره كده من كل دول، ورشه بسيطه خالص من البابريكا والكمون والكزبره الناشفه. هنقلب التوابل كده في البصل كويس جدا. هنا بقى كانت الريحه جباره بجد. هنتبل كده الفراخ من تحت الجلد كده، بيديها طعم حلو قوي التتبيله دي. لو عندنا وقت نسيبها في التتبيله دي شويه كده، ساعه ساعتين حسب الوقت المتاح عندك. كل ما تقعد في التتبيله دي بتبقى جميله جدا. نتبل كده الكميه كلها بنفس الطريقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كده عندنا طاسه سخنه فيها معلقه زيت معلقه سمنه، هنسخنهم كويس جدا، وعلى نار عاليه هننزل بالفراخ على ظهرها، يعني الناحيه اللي فيها الجلد. هنديها كده تشويحه من الجنبين. اول ما تاخد لون كده هنقلبها على الجنب التاني. ده اللون اللي انا عايزاه، مش نغمق اكتر من كده. هنطلعها بقى اول ما تاخد لون من الوش التاني كده. وهنا هننزل مكان الفراخ كده ببطاطس قطعتها شرايح، وهنديها تقليبه كده، نشوح فيها كده ما نستعجلش عليها. بس هنا هنوطي النار شويه لمده 5 دقايق كده، تاخد من طعم الفراخ وتبقى طعمها حلو قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى هنعمل الصلصه. معايا هنا بصلايه كده صغيره، عليهم 4 وحيد من الطماطم، عليهم قرن فلفل حراق. هننزل بقى بالتوابل، رشه بسيطه كده من الملح، رشه بسيطه من الفلفل، رشه بسيطه كده من السكر عشان الحموضه، وفصين 2 توم، ونضربهم كويس جدا في الكبة او ممكن الخلاط لحد ما يوصلوا الشكل اللي انتوا شايفينه ده ويتضربوا كويس. هنا هننزل بمعلقة صغيرة من الصلصة ونقلب حلو. هنسيب بقى الصلصة دي على جنب كده، ونجيب الصينية اللي هنعمل فيها. ده البصل اللي اتبقى من الفراخ هنحطه كده في الصينية من تحت. هنفرده كويس كده كده في الصينية، وهننزل بقى بالبطاطس ونسويها كده كويس في الصينية. وهنا هننزل بقى بالصلصة، هنسويها كده على البطاطس، وبعد كده على الوش هننزل بالفراخ. هنبتدي ان احنا ندهن كده الفراخ بتاعتنا من الصلصة اللي احنا عملناها دي عشان تاخد لون حلو كده في الفرن. هنسخن بقى الفرن وهنسخنها من تحت لمدة ساعة الا ربع لحد ما تستوي معانا، وهنشغل عليها الشواية تاخد لون من تحت وهنطلعها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة قدمتها مع رز بالشعرية، كانت جميلة جدا. اتمنى تجربوها وتقولي لي ايه رايكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.